السلام عليكم. عايزة تعملي حلا سهل وبسيط ويكون طعمه خطير وبتركات بسيطة جدا هتنقله في حتة تانية، يبقى الفيديو ده لحضرتك. النهاردة هنعمل مع بعض مهلبية، بس مش أي مهلبية، مهلبية كده بتركات بسيطة بتوديها لحتة تانية خالص. بتمنى تجربوها لأني واثقة إن شاء الله إنها تشرفك قدام ضيوفك في عزوماتك. يلا بقى عشان إحنا مستعجلين. معانا هنا لتر من الحليب، يكون حليب بارد. هضيف عليه 4 معالق من النشا اللي هما المعلقة الكبيرة تكون ممسوحة، ومعلقة من الدقيق. معلقة الدقيق دي بتوديه في حتة تانية، بتفرق جدا في الطعم. وهنضيف 4 معالق سكر. أنا ضفت 4 معالق سكر، السكر ده حسب رغبة حضرتك، بس 4 معالق كانوا مظبوطين. كل الكلام ده هنقلبه على البارد، وبعد كده نقلبه كويس وهنرفعه على النار. طبعا مع التقليب المستمر هنقلب كويس جدا لحد طعم النشا ما يختفي معانا. هتبتدي القوام يتقل مع حضرتك. هنا بقى في اضافه بسيطه هنا اختياري، بس بجد برضو بتدي للمهلبيه بتاعتك كده طعم تاني خالص غير اي مهلبيه عاديه. هنا ضفت علبه من القشطه اللي هي الجاهزه، حضرتك ممكن تستبدليها بمعلقتين قشطه من وش اللبن. وهنقلب كويس جدا. هنا القوام ما بيبقاش تقيل جدا يا بنات، ولا بيبقى خفيف، بيبقى القوام بتاعه متوسط كده، ولانه بعد كده بيتقل معانا. امشوا على الخطوات مظبوط وهو ده هتاخدوا القوام المظبوط. واخر حاجه رشه من الفانيليا، ممكن تكون سايله او رشه من الفانيليا البودر. بعد كده هنحضري حضرتك بولاتك، كاساتك، طبقك اللي حضرتك تحبيه. اهم حاجه تصبيه، بس ما تمليش الطبق او البوله او الكاس للاخر، لان بعد كده هنعمل حاجه. هنجيب ايه بقى؟ هنجيب باكت من اي جيلي حضرتك تحبيه. انا هنا استعملت جيلي الفراوله. حطيت في كوبايه ميه سخنه، ونزلت بباكت من جيلي الفراوله، وبعد كده كوبايه من الميه قلبته كويس، ونزلت كوبايه من الميه البارده. عملت نفس ذات الوضع في جيلي المانجا. جبت باكت جيلي مانجا ونزلت بكوبايه ميه مغليه وقلبته كويس جدا، وبعد كده نزلت بكوبايه من الميه البارده. طبعا انا كنت سبت المهلبيه بتاعتي بردت تماما تماما، وحطيتها كمان في التلاجة ممكن نص ساعه او ساعه. يعني اهم حاجه تكوني تمسكي الكاس او البوله تلاقي المهلبيه بردت، كأن حضرتك هتاكليها خلاص. بعد كده بقى دلعناها بشويه شويه فراوله، عشان انا عامله جيلي فراوله. حضرتك هتعملي جيلي مانجا. انا كان عندي مانجا فروزن، طلعتها وقطعتها وسبتها في مصفى لحد ما صفت ميتها خالص. وبرده بعد ما حطيت، يعني ممكن تعملي ميكس من الفراوله والمانجا، يعني التزيين ده حسب يعني مزاج حضرتك. انا قطعت فراوله وحطيتها في كاسات، وقطعت المانجا زي ما قلت لحضراتكم وصفيتها من الميه بتاعتها وحطيتها برضو. وبعد كده بقى لما حضرتك تضيفي الجيلي طبعا هتسيبيه يبرد تماما، بس ما تحطوش في التلاجة عشان ما يجمدش معاكي. يعني بتسيبيه بره لحد المهلبيه بتاعت حضرتك ما تبرد. ما تخافيش، مش هيتماسك خالص طالما بره التلاجة. بمعلقه كده بسيطه، وحضرتك هتنزلي بالراحه علشان الجيلي ما ينزلش في قاع الكاس ويختلط مع المهلبيه. بصوا الشرح موضح اكتر. بصوا بظهر معلقه كده، وهتنزلي تصبي الجيلي بالراحه تماما عشان ما ينزلش زي ما قلت لحضراتكم. بصوا، وبعد كده هتحطيه في التلاجة. الفاكهه اللي حضرتك تحبيها، جوافه، مانجا، فراوله، اي فاكهه حضرتك تحبيها وعلى حسب الجيلي اللي انت جايباه، بس اللي بيليق معاها بجد الفراوله والمانجا. هنا برضو حطيتهم بقى في التلاجة بعد ما بردوا، حطيتهم في التلاجة ساعتين 3. يعني انا عملتهم من بالليل عشان كان عندي ضيوف يعني جايين، وبعد كده قمت الصبح لقيتهم ممكن يعني لقيتهم جامدين، بس هما ساعة لان الجيلي الطبقة بتاعته مش سميكة، بسيطة خالص. ساعة واحدة في التلاجة وهيكون جاهز. ايه رأيكم بقى في الحلى القمر ده؟ مش عايزة اقول لكم طعمه بجد خطير، وحاجات بسيطة بتفرق فيه بتنقله كده في حتة تانية. وحضرتك كمان ممكن تكتفي بالمهلبية وتحطي طبقة من الجيلي، بتبقى خطير برضو. لاني انا يعني ما تتأيديش بالفاكهة. انا هنا عملت برضو لحضرتك مهلبية بالجيلي بس، وعملتها بالفاكهة اللي حضرتك تحبيه. بس بجد بيبقى طعمه خطير، وبيبقى حلا يشرفك قدام ضيوفك. ولايك وشير لو عجبكم الفيديو. حلوين، استودعكم الله الذي لا تضيع ودائع.